ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. بنات، انا ليا معاكم النهارده وصفه حكايه. انا مجهزاها من امبارح. زي ما انتم شايفين كده، ده رز منقوع. ده لبان الدكر. نقعاه كده في البرطمان وسايباه طبعا ليله كامله. اللي بيقولك بقى ساعة ساعتين تلاتة تغليه وإلخ، لا أنا براحته على مزاجه، ياخد له اليوم بحاله، ليلة كاملة. ويمكن ليلة وساعتين زيادة. يعني بعد ما خلصت كل اللي ورايا قلت بقى ايه، أطبق الوصفة دي معاكم. طبعا عايزة أقولك إن أنا هعمل النهاردة وصفة بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت أنا هعمل لك منه تونر للبشرة. تمام. حاجتين النهارده مع بعض، اللي هي التونر، وهعمل لك الوصفه بتاعت النهارده كريم بقى لبان الذكر اللي بيشد البشره والتجاعيد والخطوط الحمراء البيضاء الحمراء والخطوط البيضاء والتجاعيد، ويشد لك البشره ويخليها لك مشدوده شده ما بعدها شده. طبعا كلنا عارفين بنات، ويا ريت كمان ما تستغنوش عن صابونه لبان الذكر. يعني انا ليه حد معين باخدها منه، وان شاء الله ممكن نبقى نصورها ونعملها مع بعض باذن الله في فيديو كده، نطبقها عملي ونعملها. بس بصراحه انا الست دي بجيبها من عندها ممتازه. صابونه لبان الذكر ممتاز. لبان الذكر يعني اللبان يعني حاجه سحر، كنز من الكنوز اللي بيغنيكي عن البيوتي سنتر وعيادات التجميل والفيلر والبوتكس والخ يعني. بس هو بوتكس بيشد مش الفيلر، احنا ما بننفخش. اوكي، فيلا بينا ندخل في وصفتي على طول كده ونقول لكم ايه هي مكوناتها. تعالوا بقى معايا. ده نشا، تمام، ده نشا. ومعانا لبان الذكر المنقوع ليلة كاملة. والرز برضو نفس الكلام، بس الرز بتاعي ده كان منقوع ولقيت الصبح كده البرطمان. يعني انا حبيت انه يبقى حاجة محكومة علشان ما يوقعش حاجة. بس انا حسيت ان هم غيروا المية، اتقلبت منه الصبح، فاضطريت ان انا احط. طبعا لو هو كانت المية كانت هتبقى اقوى من كده واتقل من كده بكتير. عايزه اقول لكم، بصوا لبان الذكر اصلا عايز بصي، بصي، والله العظيم بجد حاجة كده. ولا ريحته يا بنات، والله العظيم ممتاز. يلا بينا. مش هطول عليكم. ايه المكون اللي معايا هوريلكم وانا بضيف على المكونات واقول لكم ايه اللي انا هضيفه معايا كده بقى يا بنات. هنعمل ايه؟ هناخد معلقة من النشا، بس طبعا عشان دي معلقة كبيرة هنقول ان هي معلقة من النشا، في اي كسرولة، في اي كنكة، في اي حاجة كده زي ما انت شايفة. وهناخد اللبان الدكر بتاعنا. هو ايه طبعا راقد تحت، فطبعا انا مش هحتاج ان انا اصفيه، تمام. انا تركيزي ليه هو اقوى من ميه الرز. ليه؟ ميه الرز طبعا مفيده وكل حاجه، بس انا حابه لبان الدكر يكون هو يعني البوب بتاع الوصفه بتاعتي. تمام. هنشوف كده على قد بقى ايه ما احنا محتاجين ان احنا ندوبه كده، ونشوف كده مكوناته ايه. انا بعمل كميه مش كتيره، انت تقدري بصي بيدوب اهو معايا. انا مش بعمل كميه كبيره، انا بعمل كميه قليله على قدي كده. بس انا هزود علشان طبعا هيغلي، فطبعا لما هيغلي هيتقل عن كده. هما دول المكونين اللي انا حطيتهم على لبان الدكر. ميه الرز وحطينا النشا، هرفعهم على النار. بس هو باين معاكم كده اهو، طبعا ضلمه مش عارفه ليه. طيب انا هوريكي كده المكون اهو. تمام كده اهو. هرفعه على النار وارجع لكم. بصوا يا بنات، انا جبتها بقى من على النار اهو. بصوا اهو، جبتها ادي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انت تقدري تزودي الكميه، بس انا ما زودتش ليه الكميه. هقولك انا ما زودتش الكميه علشان انا في مستحضرات تانية بتبقى عندي وبعمل يعني ليه انا بس، فاكيد يعني مش هزود كميه كبيره. طبعا انت على فكره ممكن كمان تدهنيها لجسمك عادي جدا على فكره. اللي شدد يعني ممكن الايدين،
الايد لحد فوق، فاهماني؟ يعني انت تقدري تدهنيها برضو كمان في ايدك. تمام. بس انت تقدري تزودي الكميه، بس انا هستكفى بالكميه اللي انا شايفاها ديت كده زي ما انتم شايفين. ودي علبه عندي طبعا بتاعه الكريم، فانا جبتها. بصوا انا هاخد بقى الكميه اللي انا عايزاها اهي. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الكميه بتاعتنا؟ بصي بقى، هنقدر نحط، عايزه تحطي اي نوع زيت انت بتحبيه وبتفضليه حطيه. عندك فيتامين فيتامين د، اي فيتامينات من اللي احنا بنحطها اوكي مفيش مشكله حطي. بس انا هحط زيت جوز الهند، وعندي زيت اللوز، بس انا هحط جوز الهند، يعني هحط زيت جوز الهند. تمام. هنزل كده بقطرات كده. تمام زي ما انتم شايفين. هجيب بقى حاجة عشان هقلبها في نفس العلبة. طبعا انا مسحاها كويس على فكرة، هي فرشة الاي شادو عادي مفيش مشكلة. فانا هقلب كده وادمج ده كده مع بعضه. عندك اي نوع زيت انتي بتفضليه بتحبيه في حتة كده، بصوا مدابتش شوية. تمام. ماسك ده رهيب جدا جدا لشد البشرة وشد التجاعيد، ويخلي لك بشرتك دي سحر. بصوا من لونه كده هيخليها لك عامله زي الزجاج، زي البشرات الكوري كده اهو، زي ما انت شايفه كده. هي دي وصفتي النهارده ليكم، وحاجه سهله جدا 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 وسريعه ومفيش اسهل منها. بصي اهو، ناخد منها كده، هي دافيه لسه هسيبها لما تبرد عشان اقفلها واحطها في التلاجة عندي واستعملها. بصي تاني الصبح منها وبالليل، مش قادره اقولك تبقى مفيده ازاي للبشره. انا حاسه ان هي مغذيه جدا. بصوا بصوا الجمال. وصفة بجد سهلة وبسيطة جدا وقلب السوشيال ميديا، فقلنا نطبقها مع بعض عملي علشان تشوفوها. حطيها في ايدك وحطيها لوشك، حاجة كده رهيبة وممتازة. وهو ده وصفتي النهاردة ليكم، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيلكم لزر الجرس. واللي جربها يكتب لي في الكومنتات ويقول لي رأيه ايه فيها، وان شاء الله وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.